أهلا بكم أعزائي المشاهدين ولقاء رياضي جديد يتجدد دائما مع حضراتكم بالحب، الخير، السعادة، لكم الاحترام والتقدير من شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري ولمصر الحب كله. في البداية طبعا لازم نقول أن حالة الحداد اللي احنا بنعيشها في مصر الآن على أرواح المصريين الأقباط وما تم من عمل إجرامي دنيء لا يحدث إلا من ناس ما عندهاش قلب وناس ما عندهاش دين ولا عندها ملة، لأن ليس هذا دين ولا ملة ولا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية ولا بوذية. هذه جمادات ليس لها قلوب وليس لها أرواح. من يقوم بمثل هذه الأعمال هو بدون شك ليس من الإنسانية من قريب أو من بعيد. العزاء لينا كمصريين ولكل أهل مصر في شهدائنا. هذه الحادثة التي حدثت في ليبيا، ولكن على الوجه الآخر للعملة تحية احترام وتقدير للقوات المسلحة المصرية، للرئيس المصري البطل صاحب القلب المصري والمشاعر المصرية، المشاعر التي خرجت من البيوت ومن يعني الانطباعات والعادات والتقاليد المصرية بالثأر من هذا العمل الإجرامي. وكان السيد الرئيس هو أول من اتخذ قراره، مع احترامنا طبعا لقواتنا المسلحة المصرية والاحترام لنسور مصر. وهذا الفكر وهذه العقلية للقيادة العامة للقوات المسلحة عندما كان الرئيس في بيانه في عزائه للشعب المصري كانت بتتم الإجراءات لاتخاذ هذه الضربة أو هذه الضربة المؤثرة الواضحة الصريحة بعناية وبتركيز بتنسيق مع الجانب الليبي، علشان اللي خارجين من بره من محطات أخرى بيقولوا أن مصر بتنتهك سماء وأرض ليبيا، هذا افتراء وهذا باطل. لأن هذه المعلومات صحيح احنا طياراتنا الحمد لله وجهاز الاستطلاع وجهاز البيانات جاب كل الأمور وخلاها في الخريطة أمام نسور مصر اللي طلعوا نفذوا هذه العملية المركزة الدقيقة التي تدل على أن الطيار المصري زي ما فعلا العالم قال أن الطيار المصري مميز. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظ نسور مصر. لازم احترم العقليات اللي فكرت واللي خططت، وكل واحد ركب حتى الأسلحة داخل هذه الطيارات والعاملين في المطارات اللي انتقلت إليها الطائرات، والتنفيذ الجيد في ظرف 120 دقيقة. هذا عمل يدل على أنه هناك دقة، هناك نظام، هناك عمل على أعلى مستوى من الكفاءة القتالية وجمع المعلومات والحصول على المعلومات الدقيقة للمواقع التي سوف تقوم الطائرات بضربها. احترامنا للجانب الليبي اللي قدم المعونة وقدم المساعدات وقدم المعلومات على أماكن وجود هذه الداعش. والحقيقة زي ما قال المؤتمر اللي كان في الأمم المتحدة ومستر بنتيمول في الأمم المتحدة اللي ما يروش غير انه بيعبر عن قلقه، بس بيقلق، بياخد 35,000 دولار في الشهر في الأمم المتحدة عشان يقلق بدون اتخاذ أي قرار. مصر بتحارب الإرهاب وجها لوجه أمام العالم، ومصر الآن تدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعلى العالم. هنروح الأذان ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع ضيوفنا اللي مشرفيني ومنورين. اهلا بكم من جديد. الحقيقه طبعا انا بيسعدني وبيشرفني ضيوفي اللي موجودين معايا. هم جيلين مختلفين من الصحافه ومن النقد الرياضي. الزميل الناقد الرياضي الاستاذ محمد الهواري، اهلا بك استاذ محمد، ويعني نورتنا وخطوه عزيزه. اهلا بك يا استاذ محسن، وسعيد بوجودي معاك ومع اخويا وحبيبي الاستاذ محمد القاضي.
اهو زي ما قدم الاستاذ محمد الهواري الناقد الرياضي الشاب الجريء الحقيقه المميز محمد القاضي. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ محسن واستاذ محمد عزيز. ربنا يخليك، والشرف لينا احنا، ونتمنى نقدم وجبه كرويه وسياسيه زي ما حضرتك ابتديت كده مفيده للساده المشاهدين ان شاء الله. الحقيقه انا كنت بتكلم طبعا في هذا الموقف والحدث اللي مصر كلها بتعيش حاله الحداد بتاعته، والحقيقه عايز اقول اخر حاجه قبل ما ادي الكلمه لضيوفي، ان كل ما يحدث الحقيقه سبحان الله بيعطي الشعب المصري نوع من الصلابه ونوع من القوه ومن الانتماء ومن الترابط. بقينا كلنا دلوقتي بنقول كلمه المصريين، ليس اقباط وليس مسلمين. حقيقه نوع من الترابط والتلاحم. الحقيقه اول يعني مشاعرنا ما بتيجي بتقوى وبتبقى ليها نوع من المشاعر الخاصه جدا بالانتماء لهذه الارض في كل المراحل السنيه، الاطفال، التلاميذ في المدارس، الست البيت، الرجل في عمله في شغله. المجتمع المصري زاد تلاحم وزاد انتماء وارتباط بمصر ام الدنيا. استاذ محمد، كيف قرأت هذا المشهد وكيف رأيت الفيديو او يعني هذه الحالة كلها اللي احنا بنعيشها؟ يعني البقاء لله في مصاب مصر كلها. وانت من ابناء الصعيد؟ طبعا. انت من سوهاج؟ لا انا من قنا. ابعد شويه من المنيا. شويه بس طبعا احنا كلنا مصريين يعني. طبعا. البقاء لله في مصاب مصر الأليم، وده يعني شيء كلنا في منتهى الحزن عليه. وبعدين انت بتتعرض لحرب لها 3 محاور. غير العمليات الإرهابية في حرب إعلامية، يعني اسف في اللفظ، مزبوط. يعني بمنتهى الدناءة. تمام. وحرب نفسية والعمليات الإرهابية، وبعدين بيحاربك في سيناء بعمليات إرهابية، وبعدين عايز يشتتك، يعمل القصة اللي حصلت في ليبيا. ولكن أنا أقول تحية تقدير للبطل الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار، لأن الرد كان سريع وحاسم وهدى يعني إلى حد ما. طب اسمح لي أخذ أحسس ومشاعر مواطن مصري ولكن صعيدي له قيمه ومرتبطة بمجتمعه الصعيدي. هذه الضربة أو هذه العملية اللي قامت بها القوات الجوية وقام بها الجيش المصري عملت انطباع إيه في الصعيد؟ طبعا الناس كانت في منتهى يعني منتهى التفاؤل ومنتهى انا بفتخر عندي النهارده جيش الدرع والسيف. مظبوط. يعني الجيش اللي الضربه كانت سريعه وحاسمه وادت الغرض، وكنت اتمنى ان هي تتكرر كتير. خلينا نخلص من الجرذان دول شويه جرذان كانت نفسها طبعا والعمليات تزيد وتتكرر. اتمنى انها تتكرر، لكن ده ما يمنعش انه لابد ان يكون في يعني تحالف دولي. ما ينفعش ان انا الامم المتحده النهارده بان كيمون ده ولا ما اعرفش قاعد يا عيني على القلق. طب انا قلقان اهو. انا قلقان. صحيح. يبقى جايز يكون ده برضه بيقول لي عمل تطوعي الاخر اللي بياخد دولارات. لا 35,000 يورو في الشهر. 35,000 يورو؟ طب انا اخدهم شهر واحد واطلع معاش من الغرام دلوقتي وشكرا على غير بدلات الامم المتحده كمان. وليس هناك اي قرار او كلمه بتطلع من الامم المتحده الا التعبير عن القلق، عشان يقعد على الكرسي ويدي تصريحات يقول لك انا قلقان. طبعا. طب انا قلقان اهو، انا عايز بقى ال 35,000 يورو. الان نقدم لكم يعني. الان نقدم لكم. فيعني اصاب مصر كلها، كنا في منتهى الحزن. خفف من روعنا وحزننا الضربه الباسله لنصور مصر، حماهم الله يا رب. حماهم الله وحفظهم، وحفظ الله رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يا رب. استاذ محمد القاضي، يعني انت بتمثل جيل اخر وهو جيل الشباب. وانت من خلال كتاباتك في الرياضه بتحتك بالجماهير، بتحتك بالشباب، بتحتك بهذه الفئه العمريه اللي انت بتتعامل معها مباشره. كيف قرات هذا المشهد وايه اللي انت من جواك عايز تقوله؟ لا هو يعني خلينا نبقى واضحين في البدايه ان افضل شيء حصل في الليله السوداء، ليله مقتل المصريين في ليبيا، هو رد الفعل السريع من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورد الفعل من القوات الجويه. يعني ان انا تاني يوم الصبح الصراحه، يعني انا تاني يوم الصبح كنت عايز اعرف بقيه النتائج، وانا راكب العربيه وبشغل الراديو قال لك الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لازم المصريين يصحوا على الخبر يفرحهم. مزبوط. مش نخلينا في نفس المأتم ونفس العزاء. فده الافضل هو رد الفعل السريع، لان خلي بالك بص يا استاذ محسن، احنا دلوقتي ما بنعملش حاجه. جيش مصر هو جيش دفاعي في الاول. يعني ما بيبتديش بالعدوان. هو ملقب بجيش الشرفاء. يعني هو الجيش المصري رقم 13 على مستوى جيوش العالم، وهو ملقب بجيش الشرفاء. وبعدين انا كمان يعني انا خدمت في القوات المسلحه
سنه في القوات المسلحه، ورحت 3 استدعاءات وحضرت مشروع حرب، وعارف العقليه اللي بيتعامل بيها القوات المسلحه كويس. احنا جيش دفاعي وليس جيش عدوان، وعلشان كده يعني جيشنا جيش قوي وعنده العقيده اللي هي تقدر تخليه يصد اي عدوان يجي على مصر، ونقدر ان احنا نقف قصاد اي عدو مهما كان. فاللي انا كنت نايم حزين، صحيت الصبح على خبر مفرح فعلا كانت ليله حزينه. هو كان المطلوب بس ان احنا يبقى لنا ردود فعل سريعه الثانيه اكتر من كده، علشان ما يعني ايه يبقى لنا الضربه الاستباقيه، ما نبقاش احنا ردنا رد دفاعي دايما. هو ده اللي انا كنت بتمناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتوقع ان في الايام الجايه ما فيش حد يقدر يجي على مصر بعد اللي حصل دوت. لان خلي بالك اي حاجه بلغه الحروب وبلغه يعني المعتقدات السياسيه والمعتقدات الحربيه ألف حساب. كل ما فيش حد بياخد القرار دوت في ساعتين 3. يعني ده معنى كده ان انت عندك جيش صاحي، يعني في جيوش بتقعد بالسنين عشان تقدر ترد ضربه، عشان تجيب معلومه. الاماكن اللي انا هضربها دي المعلومات، وهذا الجهاز العظيم الحقيقه، جهاز يعني الدقه والتوقيت، المخابرات او اجهزه الاستعلامات و او اجهزه البيانات الخاصه بالقوات المسلحه، الحقيقه عملت في منتهى الدقه بسرعه جدا، بدليل ان كان هناك فكر مسبق لجمع هذه المعلومات وتحديد اماكن النقاط اللي سوف يتم ضربها. لا هو كمان يعني الافضل من كده التنسيق اللي بيننا وبين الجيش الليبي، ده برضو شيء مهم جدا، ان احنا برضو عشان ما يبقاش فيه ان احنا عملنا عدوان على دوله شقيقه، دوله مجاوره لينا. ده دليل ان مصر لسه هي رقم 1 في الوطن العربي، ولسه لها الرياده. وبعدين احنا عشان بس ما نتجرش في مواضيع السياسه كتير ونتجر الشعب يتجر، احنا عايزين نقول ان مصر دلوقتي في الحاله اللي هي فيها، رغم ان هي حاله صعبه والناس كلها متشائمه، لكن انا شايف الخير ان احنا مش زي سوريا، مش زي العراق الحمد لله، مش زي ليبيا، مش زي تونس. احنا يكفي ان احنا مش زي السودان ومش زي اليمن. يعني في دول عربيه كتير عندها مشاكل قريبه من المشاكل اللي كانت عندنا، لكن هو الجيش بتاعنا هو الجيش اللي قدر يحمينا، يحمي الشعب. فعشان احنا ما نبقاش زي العراق وما نبقاش زي سوريا وما نبقاش زي اليمن. يعني انا كان في خبر عندي امبارح عن ان الدوري اليمني متوقف. يعني بيقول لك ان الدوري في اليمن بيتلعب في عز الظروف الصعبه اللي فيها. فسالت متوقف عشان ظروف سياسيه، قالوا لا ده علشان في انتخابات برلمان. ففي انتخابات برلمان فالدوري وقف. فدي نفس الحاله عندنا، لما الدوري يرجع، لما يقف عشان البرلمان. دي حاله طارئه. انا قصدي شوف في كل الاحداث اللي فيها الوطن العربي كله، مصر هي الدوله الوحيده اللي واقفه على رجلها. ونتمنى ان احنا نتنينا زي ما احنا، ويبقى لنا ضربات استباقيه وليست ضربات دفاعيه. يا رب يا رب. الحقيقه انا عايز اقول كمان كل تحيه واحترام للشعب الليبي والقوات المسلحه الليبيه اللي تعاونت بسرعه جدا، وتعاملت بمعلومات فيها دقه، وتعاملت الحقيقه على مستوى عسكري اعلى مستويات التعامل. وعايز اقول ان شعب ليبيا مش ضعيف، ده شعب عمر المختار طبعا. شعب هذا البطل الليبي اللي كل الاحترام للشعب الليبي ولقواته المسلحه واللجنه الشرعيه اللي بتحكم الان في ليبيا. شعب ليبيا بقبائله في حوالي 2000 قبيله كبيره جدا. شعب عمر المختار يقدر يعمل اكتر من كده، يقدر. وكل احترام والتقدير للقوات المسلحه المصريه وللشرطه المصريه اللي النهارده في الفجر مسكوا خليه في دمياط شغلها ضد ضباط الشرطه وضباط الجيش. ارجو ان دول يحولوا الى محاكم عسكريه يتم على طول بسرعه العقاب المباشر، عشان زي مصر ما لها سيف ودرع يحمي هذا الوطن، ايضا الشرطه والامن الداخلي في مصر له دور كبير بهذه العمليات الاستباقيه اللي بتقوم بها وزاره الداخليه. الحقيقه احنا قبل ما نتكلم شويه عن النادي الاهلي اللي هيلعب مباراه السوبر ان شاء الله مع وفاق سطيف الجزائري على ملعب البليده، هنشوف تقرير عن راي الشعب المصري في الرياضه وفي نوع وممارسه الرياضه في مصر. تقريبا كان في استقبال كويس. اهلا بكم من جديد. يمكن التقرير زي ما احنا يعني انتوا سمعتوا ان يعني في اراء مختلفه عن الرياضه المصريه وعن الكوره وعن عوده الدوري وعن الجماهير ان هي كانت سبب في ايقاف الدوري. بمنتهى الصراحه اللي وقف الدوري الجماهير. مش هقول بقى جماهير اهلي جماهير زمالك، لكن الجماهير اللي هم المفروض عشاق كره القدم، وهم اللاعب رقم 1 لكرة القدم الساحرة المستديرة. لكن للأسف ان اللي وقف الدوري بعد ماتش الزمالك وإنبي الجماهير، اي نوع بقى، اي لون، مع احترامي لكل الالوان. ولان هنا في ناس في جمهور الاهلي كانوا بيقولوا لي لا احنا يا كابتن التزمنا
في مباراة نهائي الكونفدرالية وطبعا لهم الاحترام والتقدير. ومن أخطأ لازم يحاسب أيا كان، كلنا أمام القانون واحد، لازم يحاسب من أخطأ. بتصوركم هو طبعا يعني أنا هنقول لكم آخر حديث للسيادة الوزير خالد عبد العزيز إن مناقشة عودة الدوري سوف يتم مناقشة هذا القرار الأسبوع القادم. هيبقى إن شاء الله بعد الأهلي ووفاق سطيف، بعد السوبر الأفريقي. أيوه. بص يا استاذ محسن، يعني لو تديني الكلمه. طبعا. هو دلوقتي انا كنت في اتصال بيني وبين المهندس محمد عادل فتحي، وده عضو مجلس اداره نادي المقاولون العرب والمشرف على الكوره، وهو صديق شخصي للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اللي احنا عارفين المقاولون العرب كان رئيس نادي المقاولون العرب، واحد من الرياضيين، يعني هو رئيس الحكومه بتاعنا خلاص، هو رياضي في المقام الاول. فعلشان ما حدش يزايد على الحكومه في موضوع عوده الدوري، عدم عوده الدوري، انا اتصلت بيه تاني يوم الموضوع كان يوم الاحد، موضوع ماتش الزمالك وانبي. انا اتصلت بيه الاثنين وبعرف الاخبار ايه والاوضاع ايه دلوقتي. فهو قال لي طمن الناس كلها، وقول ان مجلس الوزراء عارف ان في 5 مليون مصري بيرتزقوا من ورا كره القدم. مظبوط. فال5 مليون دول لو الدوري اتلغى، احنا عملنا بطاله ل5 مليون، زودنا البطاله اللي موجوده في مصر 5 مليون. فما تقلقش، انا بجيب لك معلومه كامله بس يا استاذ محسن على لسان الناس. مزبوط. على لسان الناس اللي بتقولها. فانا دورت ورا الموضوع بعد كده من خلال الوزاره ومن خلال اتحاد الكوره، لقيت اتحاد الكوره وكل اللي عمله حاجه واحده بس، ان هو بعت توصيه او بعت جواب او خطاب، بص يعني زي ما يتسمى للوزاره والمجلس الوزراء، بيقولوا لهم احنا حددنا الدوري يوم 19/2 اللي هو 19/2 اللي هو النهارده يتلعب، وانتوا بقى خدوا قراركم بدون اي دراسه. لا، هو ده لائحه اتحاد الكوره اللي هو مجلس الوزراء قالت ان ال5 مليون اسره اللي بيرتزقوا من كره القدم، قالوا ان بدات الاجنده الافريقيه ترتبط بها بعض الانديه زي سموحه، بتروجيت، النادي الاهلي والزمالك. بدات الاجنده الافريقيه تدخل، وهي مرتبطه بمواعيد نظمها الاتحاد الافريقي لكره القدم وليس الاتحاد المصري لكره القدم. وان مصر برضه ايضا على مستوى المنتخبات، المنتخب الاولمبي بقياده كابتن حسام البدري ارتباطاته مع مباراه كينيا، يعني هم شرحوا الحقيقه الظروف. ما هو ما شرحوش بقى يا استاذ محسن، هو شرحوا الملابسات اللي احنا عايشين فيها. يعني الارتباطات بتاعتنا كلها، بس ما شرحوش اللي هو الترتيبات الامنيه اللي لازم يبقى في تنسيق امني ما بين اتحاد الكوره وما بين الجهات الامنيه في الاول، عشان هي اللي هتدي الموافقات. اصل مجلس الوزراء مش هياخد القرار غير بموافقه الجهات الامنيه. هو شايف ان صاحب القرار هي وزاره الداخليه. ما هو وزاره الداخليه ما اثرتش، يعني انا شايف ان وزاره الداخليه ما اثرتش في الموضوع، بس انا شايف ان اتحاد الكوره عنده بطء اولا في القرار. يعني ما خدش القرار، يعني اجتمع يوم الخميس وكان المفروض يجتمع ثاني يوم المجزره. ما ينفعش ان هو يجتمع بعدها ب5 6 ايام، لازم ياخد اجتماع طارئ. يعني انا كنت اتوقع ان احنا لو في اتحاد كوره محترم يعني يقدر البني ادم ويقدر المشجع كان يقدم استقالته. ده كان لازم اتحاد الكوره يقدم استقالته اصلا، لان هو المسؤول عن التنظيم. ده شيء مهم لازم احنا نكون واضعينه في الاعتبار. لكن هو اتحاد الكوره تغاضى عن الاجتماع وتغاضى عن تقديم الاستقاله، فما فيش حلول، ما عندوش فكره. خلي بالك يا استاذ محسن، احنا في يوم ساعه مجزره بورسعيد اللي راح فيها 72 مشجع من جماهير النادي الاهلي، اتحاد الكوره بتاعنا استقال. تمت اقالته، استقال. مش احد الاقلام الحقيقه، اسمح لي انا كل احترام للاقلام الصحفيه الرياضيه المصريه، قالت كيف يستطيع اتحاد كره القدم ان يجلس على هذه الكراسي الملطخه بدماء. ما انا بقول لك كان كابتن سمير زاهر في 2012 كان هو رئيس اتحاد الكوره، ومجلس الاداره كله استقال ومشي علشان خاطر هم، عشان حاجه ما لهمش دعوه بيها. ده يعني في موضوع مجزره بورسعيد ما كانش لهم دعوه، بس كان يقع عليهم المسؤوليه اللي هي مسؤوليه تنظيم المسابقه. مزبوط. في نفس اللي حصل في ماتش الزمالك وانبي هو مسؤوليه تنظيم المسابقه، واتحاد الكوره برده ما كانش له رد فعل. حتى هو بعض الاعضاء بيتفاخروا جوه مجلس اداره اتحاد الكوره ان هم قاعدين ويقدروا يرجعوا الدوري. وقرار عوده الدوري ليس قرارهم، ومش هيقدروا ياخدوا فيه اي قرار، وهم مجلس هش لا يستطيع ان اتخاذ القرار المناسب. هم انا ده وصف ليهم دايما ان هم ضعاف، ليسوا بالشخصيه القويه اللي هي تقدر ان هي تقنع مسؤول في الدوله. يعني في فرق كده، لما حضرتك تجيب حد شخصيه قويه يقدر يرفع سماعه التليفون، يكلم رئيس الوزراء، يكلم الوزير، يكلم وزير الداخليه، يخلص اي مشكله ويقول حلول مقنعه وبديله للموقف اللي احنا فيه. هقول لحضرتك على حاجه، قرار عوده فرق بسيط. يعني المنتخب الايطالي لما خرج من الدور الاول في كاس العالم، كاس عالم برازيل المونديال 2014، المدير الفني عمل يقدم استقالته بعد المؤتمر الصحفي. رئيس اتحاد الكره الايطالي قدم استقالته بعدها ب 45 دقيقه.
دول الناس اللي بيحترموا المشاهد، بيحترموا الناس اللي بتدعمهم مظبوط. فقط لا غير. دول ناس مش يعني انا مش عايز اكون جاي عليهم، بس هم ما فهمش الشخصيه يا استاذ محسن، الشخصيه اللي هي تكون مقنعه للجماهير، تكون مقنعه للمسؤولين، بمعنى ان هو يقدر ان هو يرفع سماعه التليفون يتكلم وزير الداخليه. قرار عوده الجمهور للملاعب كان قرار من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. ده لا انا شايف انه ده في فرق ما بين اتحاد الكره وما بين مجلس اداره نادي الزمالك، ان هو مجلس اداره الزمالك فيه الشخصيه المقنعه ان هو يرفع سماعه التليفون يكلم الوزير والوزير يرد عليه، يكلم وزير الشباب، يكلم وزير الداخليه، يكلم رئيس مجلس الوزراء ويقدر يروح يقعد معاه. انما اتحاد الكره يعني في ازمه زي ديت، وازمه رجوع الجماهير، وازمه ان انا عندي الدوري ممكن مهدد بالالغاء، يعني هو مؤجل اجل غير مسمى، اذا هو في طريقه للالغاء مش في طريقه للعوده. عشان نبقى احنا المسائل واضحه للناس ماشي. يبقى لازم رئيس اتحاد الكره يكون قاعد مع حد مسؤول في الدوله كبير، يقول له والله ده هيرجع يوم كذا مظبوط، ويعرض وجهه نظره ويعرض الخطه اللي قدامه والورقه المقدمه من اتحاد الكوره المصري، مع احترامه لجنه الانديه. لازم يبقى ليها دور كمان مع اتحاد الكوره، يروحوا يقعدوا مع الدوله. لا ده بالعكس يا استاذ محسن، هم لجنه الانديه اصلا الاتحاد الكوره قلت صلاحيات لجنه الانديه. ما انا بقول لك يعني وده يعني اصلا ده اول نقط تطبيق دوري المحترفين في مصر، عشان يبقى عندنا دوري محترفين على حسب لوائح الفيفا. احنا اصلا السنه الجايه دي لو ما طبقناش دوري المحترفين طبعا مش مالكش اي مسابقات دوليه. لا اي حاجه ولا افريقيه ولا على مستوى القاره ولا على مستوى الدوله. اول ارتباطات هينظمها الاتحاد الدولي، مصر مش هتبقى موجوده فيها من السنه الجديده. لا لو 2016 احنا واخدين، بص احنا من 2000 بالظبط من 2010 واخدين ظروف استثنائيه في البلد. احنا عندنا ثوره، وعندنا رئيس مشي ورئيس منتخب جديد، وعندنا ثوره 25 وثوره 30 يونيو، وعندنا ظروف سياسيه صعبه. الفيفا ده كله بتدينا الاعذار. انما من 2000 المفروض من 2013 كان يبقى عندنا دوري محترفين. يعني احنا واخدين التنبيه من 2010 2013 تطبيق دوري محترفين. احنا داخلين احنا في 2015 نخش على 2016 وما عندناش دوري محترفين، عشان عندنا ناس قاعده على الكراسي مش عارفه قيمه الكرسي اللي هي قاعده عليه. انا بقول لحضرتك هم شخصيات هشه لا تستطيع اتخاذ قرار، ودي المشكله الاصعب. بص ادي الجماهير، جماهير اهلي، جماهير زمالك، جماهير منتخب مصر، اهي جماهير مصر اهو. دي جماهير 2006. شوف الفرق، ده ماتش الكونفدراليه. بص الفرق بين الجماهير. مفيش شمروخ، مفيش مشكله حدثت. هذه هي جماهير كره القدم المصريه اللي نالت احترام العالم كله في افريقيا. استاذ محمد يعني استاذ محمد الهواري، عايز اقول لك ايه الفرق بين الجماهير دي والجماهير دي؟ اولا يعني عايز اقول بس حاجه، الناس اصحاب القامات اللي عمال هوسنا بره وانا في كذا وانا في كذا، فينهم بقى من المشاكل اللي بتحصل دي؟ تمام. جمعيه حقوق الانسان موجودين دول فين دلوقتي؟ يعني اللي يقول لك انا هعمل قانون كذا وعمل كذا، انت فينك؟ طب ما هي دي مشكله رياضيه. انت فينك؟ وبعدين اعضاء اتحاد الكوره يا اخي، ده مجلس اتحاد الكوره ناجح جدا. احنا كل منتخبات الناشئين صعدت، المنتخب الاول صعد، بيتعاقدوا مع مدربين على اعلى مستوى، مسابقه متميزه. يا اخي ده سوريا وليبيا عاملين دوري. بتلعب الدوري في فلسطين. ده سوريا فيها دوري، ليبيا فيها دوري، العراق فيها دوري. الله انت فين؟ العراق يا استاذ محمد فيها دوري بحضور جماهير 40,000. طيب يعني انت عندك ده كله، انت عندك ده كله، انت مش عارف تنظم مسابقه الدوري. القرار اللي اتخذ بايقاف الدوري قرار متميز دقيق جدا. ايوه في التوقيت ده تحديدا. في هذا التوقيت كان قرار دقيق جدا، لان هناك انديه وهناك جماهير وهناك وايت نايتس او التراس او اي مسمى. الحقيقه انا بحب اسمي جمهور الكوره هو جمهور الكوره. هم السبب في ايقاف الدوري. الدوري كان ماشي وبدا يسخن وبدا يبان فيه معالم، بالذات مع بدايه الدور الثاني بدات الامور كانت تاخذ شكل كره القدم اللي هيضيف لكره القدم المصريه. لكن الجمهور والمسميات بقى ما بين اخوان، ما بين 6 ابريل، ما بين 7 مش عارف ايه، كل هذه المسميات هي اللي افسدت الحياه الرياضيه في مصر. اتفضل. في جمهور مسيس، في جمهور محترم، في جمهور مسيس. مظبوط. يعني ايه انك انت داخل تمام واحد مصدر موثوق منه قدام المذبحه اللي حصلت دي في ملعب الدفاع الجوي في الامن، بيقول لي احنا نظمناهم كنا هندخلهم. أيوة. فجاه واحد قال لهم لا خشوا بالعافيه، ورمى شمروخ ورمى صاروخ، والعلامه كانت شمروخ من بره الملعب لشمروخ جوه الملعب. وزميلي جوه بيقول لي والله العظيم انا ما اعرف ايه اللي حصل بره، انا قاعد جوه والدنيا زي الفل. ده الجماهير كمان بتخش تمام ومنتهى الهدوء، والشرطه كانت بتتعامل بمنتهى الهدوء مع البوابات في هذا الممر الحديدي. علامه الشمروخ اللي من بره لعلامه الشمروخ اللي جوه الملعب
هي اللي بدأ بعدها مباشرة التدافع. تخيل لو الناس دي فعلا دخلت، كانت المصيبه هتبقى اكبر. طبعا طبعا. انا في اعتقادي ان كان في كارثه هتحصل اكبر من كده. طبعا ده مصاب اليم يعني كلنا حزان عليه طبعا. وانا اول واحد حزين جدا والله على الشباب اللي راح ده، لكن دول ابرياء. في ناس تانية الجاني الحقيقي ده لازم يتجاب ولازم يتحاكم محاكمه عاجله. مزبوط. لان الناس دي لو كانت دخلت جوه فيه كان في انا متاكد ان كان في يعني احساسي كده بيقول ان كان في مشكله، مصيبه اكبر هتحصل جوه. مظبوط. كانت دي حاجه. طبعا. الحاجه الثانيه الدوري يرجع من غير جماهير. لا وبعدين ما تم تخطيطه، انا اسف للمقاطعه، لكن احنا بنقول لك بالفكر الامني يعني ما تم تخطيطه ان عوده الجامعات، جامعه الازهر، جامعه القاهره، جامعه اسيوط بعد اجازه نص السنه، كان هناك تدبير للاقتحام والدخول وعمل مشاكل. لما الامن الحقيقه ورؤساء الجامعات اللي انا بحييهم على القوه اللي تعاملوا بيها بعد عوده اجازه نص السنه، لازم الحزم وان الدراسه رجعت كما كانت واحسن، خلاص الامور هذه الخطه وهذا الفكر تحول الى الدوري والى كره القدم. ولابد ان الدوري يعود ان شاء الله بدون جماهير، دليل على استقرار الدوله، ولابد من احترام سياده القانون. ده كلام حاجات ما فيهاش نقاش. يا جماعه لازم نبقى يعني الناس بتبص لنا لازم نبقى محترمين كده. اي حاجه لصالح مصر احنا موافقين عليها، وما ناخدش ونعمل جدل سوفسطائي زي اللي بيعملوه اخواننا. الجدل السوفسطائي والحوار من اجل الحوار لزياده مشاكل، لتعميق مشاكل، لاختلاق مشاكل، هذا حوار سوفسطائي. في عدو بيلعبك على جميع الجهات. يعني قاعد هو عمال بس بيفتن ويخطط، وقاعد كده بيتفرج ويشوف الدنيا بتمشي ازاي. يعني انا اللي بيحصل ده شيء فظيع. ده اساسا يعني عدو صهيوني امريكي، ومشاركه الدول بعض الدول الاخرى. يعني اتمنى ان احنا تركيا وقطر. الطيارات القطريه والكويتيه والتركيه هي اللي بتنزل السلاح في مطار سرت. ده بق الليبيين مش احنا. والتمويل، ما الناس دي مش الناس دي الفلوس دي. عشان كده انا بقول لجميع لشركات السياحه المصريه لو سمحتوا بطلوا رحلاتنا وفلوسنا تروح تركيا. اعملوا الرحلات لأتينا، لقبرص، للنمسا، لألمانيا، للسعودية، لأي بلد أخرى، إلا شركات السياحة اللي تتعامل مع تركيا بشكل مباشر. أنا ما أعملش أفواج سياحية مصرية تروح تركيا خالص. ده ما فيش ذهاب لتركيا خالص. المفروض نتكلم بقى عن ماتش الأهلي، لأن ماتش الأهلي مهمة. هي بطولة السوبر وفاق سطيف. في ماتش السوبر في استاد بليده في الجزائر، وهذا استاد الحقيقه المدرجات قريبه من الملعب. الامور هتبقى طبعا الجماهير الجزائريه مع وفاق سطيف، لكن هم الحقيقه الاهلي لما سافر كان في استقبال جيد وحافل جدا الحقيقه لنادي الاهلي من الجماهير الجزائريه ومن الاعلام الجزائري. استقبال جميل، استقبال يدل على ارتباط الامه العربيه الحقيقه في هذا التوقيت الصعب بعضها ببعض. هو بص يا استاذ محسن، هو حماس جماهير الجزائر وحماس جماهير شمال افريقيا بالذات يعني مع كره القدم ضد منتخب مصر او ضد الانديه المصريه سواء اهلي او زمالك لما بيجي يلعبوا في الجزائر او يجي يلعبوا هنا في مصر، هي مجرد ال 90 دقيقه. مزبوط. هو الحماس والمنافسه الشريفه جوه الملعب. مزبوط. لكن اللي بره الملعب خلاص. تعالى شوف كميه الاستقبال اللي ممكن يتقابل بيه اي حد مصري هناك يمشي في الشارع بس مجرد ان هو يتكلم باللهجه المصريه، اللهجه العاميه. شفت في تونس، اي حاجه من شمال افريقيا، اي دوله من شمال افريقيا. يعني انا عندي طارق مصطفى نجم نادي الزمالك، هو دلوقتي المدير الفني للدفاع الحسني الجديد في المغرب. تعالى شوف هو كسب الرجاء المغربي اللي هو بطل الدوري المغربي السنه اللي فاتت، هو كسب 1-0. عايز اقول لك ان في احتفالات بالنسبه محتفلين بطارق مصطفى الجماهير بتاعت كل انديه وليست جماهير الدفاع الحسني بس. مظبوط. محتفلين طارق مصطفى مدرب مصري. في تونس حقيقه في دوري البحر المتوسط كانت في تونس قبل المباراه. اهلا في المباراه حاجه وبعد المباراه المباراه حاجه. واشرب قهوه بس احنا هنكسبكم 2 ومش عارف ايه. وبعد الماتش لا تتخيل المعامله بمنتهى الحب ومنتهى الصداقه. الحقيقه هو زي ما انت قلت في 90 دقيقه بس الحماس والمنافسه الشريفه هي ده شرعي جدا ليهم. واي حد من حقه ان هو ساعه ال 90 دقيقه كل واحد بيراعي اكل عيشه بدون العواطف والابتعاد عن عن النفسيات. مزبوط. هو مجرد 90 دقيقه بعد كده كل الامه العربيه كلها اخوات ويعني وكلنا قرايب. هذه الفتره الحقيقه اللي بيمر بها الوطن العربي. بس انا عايز اكلمك يا استاذ محسن بس على جزئيه الماتش نفسه. في ناس كتيره مطالبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي حتى توقف الدوري ده بيقول لك ده في صالح جاريدو
الاسباني جاريدو وهو مدير فني النادي الاهلي. ان كان ممكن ترتيب حسابات وكان ممكن يمشي في اي وقت جاريدو، يعني حتى كان قال لك خساره واحده لاي مباراه قادمه لجاريدو ممكن تمشيه من النادي الاهلي. لكن انا شايف ان جاريدو لحد دلوقتي واخد يعني 90% من كل الاختبارات اللي دخل فيها. انا ناس كتيره بتقطع في جاريدو او شايفاه مش المدير الفني الكفء الانسب لقياده فريق كبير زي النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اكبر واقوى وافضل نادي موجود في قاره افريقيا كلها والوطن العربي، من حيث اداره ناجحه، من حيث جهاز فني، من حيث لعيبه، المنظومه بتاعته ناجحه. ده بعدد البطولات، يعني ده بيقاس بالبطولات. لكن فلما تيجي اداره الاهلي بالاداره المحترفه تتعاقد مع مدير فني زي جاريدو، هم عارفين هم بيتعاقدوا مع مين. دي اداره واعيه بصرف النظر عن كل الانتقادات اللي عنده. هو الراجل دخل بطوله، اولا هو دخل كاس السوبر المصري من نادي الزمالك، خد كاس السوبر، خد بطوله بصرف النظر عن الاداء. دلوقتي الدنيا كلها بتتكلم في نتائج ما بتتكلمش في اداء. دخل بعد كده بطوله الكونفدراليه وقدر ياخد كاس الكونفدراليه، وبعد كده عنده اختبارين موجودين سواء الدوري العام او كاس مصر، دول هيخلصوا اخر السيزون. لكن عنده الاختبار الاهم هو مباراه السوبر الافريقي، وده ثالث اختبار يعني بطوله حقيقيه يخش فيها بعيد عن نظام النقط. هو ماتش فاصل بالرغم من اصابات كثيره جدا في النادي الاهلي، بالرغم من في بعض اللاعبين يجب ان نتفق ان النادي الكبير اللي بينافس على بطوله يبحث على بطوله عنده بدايل، عنده البديل اللي قاعد على الدكه افضل من البديل الموجود في الملعب. انا بحترم كلامك جدا يا استاذ محمد. هو فعلا الانديه الكبيره ده اسمه، عشان كده اسمه نادي كبير. مظبوط. مش ايه الفرق مثلا من لعيب بيلعب في النادي الاهلي ولاعيب بيلعب في نادي الترسانه؟ ده لعيب وده لعيب، ومقومات الانسان واحده. لا نادي الترسانه برضه كبير لا عشان احنا بنتكلم في القسم الثاني. لا احنا انا ما قارنتش بس الاهلي باي فرقه ثانيه في الدوري. انا بقول لحضرتك الطموح اللعيب هنا هو اللي بيفرق. الطموح جوه الشخص جوه اللعيب بلس الاداره. الاداره هي اللي بتوصل له ان انت تقدر تجيب بطوله. التارجت اللي انت بتلعب عليه من اول الموسم هو بطوله بس، ما عندوش حاجه ثانيه غير كده. يعني انا عشان بس الترسانه مش بعيد عن منافسه الصعود للدوري الممتاز، فانا ضربت المثل بنادي الترسانه، وده اول نادي انا غطيته. خلي بالك اول نادي انا كتبت عنه في حياتي. استاذ محمد انت حر بقى، الشاذلي هيزعل ومصطفى رياض ودول اصدقائنا. تقرا المباراه ازاي عشان انا فاضل لي دقيقه وقت؟ يعني هي الدقيقه دي بتاعتنا وحضرتك تختم كمان. انت قدمت وانت تختم. المباراه انا اعتبرها صعبه، صعوبتها في وجود جماهير للجزائر هناك وفي ملعب خصم، وصعوبتها في النادي الاهلي يعني غير قبل كده. يعني اللعيبه، كميه اللعيبه نفسها وكميه النجوم اقل، لكن طبعا الاهلي عودنا ان هو في المواقف الصعبه كل التوفيق ليه ان هو بيحقق البطوله، وزي ما حصل في الكونفدراليه. يعني انا شايف ان شاء الله كده نقول مبروك للاهلي، وهي وتبقى البطوله السبعه والسته سوبر قبل كده كان اخرهم امام الصفاقسي 2014. وان شاء الله نقول مبروك للاهلي. يعني رغم صعوبه المباراه انما الاهلي قادر ان هو يحقق البطوله. اي فرحه احنا عايزين نفرحها لمصر فعلا، ولا اهلي ولا زمالك ولا ترسانه ولا اي حد في كل الالعاب. وبرضه الشعب المصري من حقه ان يفرح. الشيء يذكر التوفيق برضه في البطوله العربيه للجيش واللي بيشارك فيها في البطوله العربيه، والتوفيق في البطوله الافريقيه الكونفدراليه الكونفدراليه او ابطال الدوري، وبالتوفيق في بطوله الطائره اللي تقام من 5 ل 17 مارس في تونس، شارك فيها الزمالك والاهلي في سوسه. وان شاء الله نقول لهم مبروك، وعايزين نفرح زي ما انت بتقول، وكل التوفيق لكل انديه مصر. وانا شايف يعني ان شاء الله عن 2015 كفايه كده بقى نبتدي نخش في الافراح. احنا قلنا 15 يعني رقم جميل. توقعاتك للمباراه؟ لا اتوقع صعبه، مباراه صعبه. لا هو جمال الدين المضوي بس مدير فني نادي وفاق الصيف، ده مدير فني داهيه. انا بحترمه جدا جدا جدا، وعنده فكر تدريبي بدليل ان هو قدر ياخد دوري الابطال، وبعدين هو كان مرشح لتدريب نادي الزمالك من ضمن الاسماء اللي كانت مترشحه قبل البرتغالي فيريرا، رغم ان اداره النادي الزمالك نفت الكلام دوت. بس انا بقول ان كان في فعلا مفاوضات. انا شايف النادي الاهلي يكسب، ويكسب سكور كمان 2-0. يا رب يا رب. كل التمنيات الطيبه للنادي الاهلي في هذا اللقاء، لقاء السوبر ان شاء الله. وبنقول يا رب الفرحه تعود للشعب المصري، هذا الشعب الاصيل، الشعب الجميل، الشعب الطيب، ما يملك من قلب ذهب هذا الشعب وعقليه من الماظ. هذا هو الشعب المصري. حتى نلتقي في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم، يا رب احفظ مصر دايما وقواتنا المسلحه والشرطه والشعب المصري، واحفظكم اعزائي المشاهدين، حتى نلتقي لكم مني ارق تحياتي.